معزتينك ويلا من هنا اتكلوا على الله. على بلدك وارجع، ده الاهلي بيلسع بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة. اتكلوا على الله. غير مرحب بيكم في القاهرة. واخدنا بطار لاعبتنا الزملكاويه الثلاثه اللي اخدوا النهارده شهر حبس. احنا صعايده وطارنا ما بيباتش. اديتوا للاعبتنا شهر، اديناكوا بالليل ثلاثه. معيزك وعلى نخلتينك وخيمتك واتكل على الله من هنا. ده الاهلي بابا الشغلانه، بطل الافرو اسيوي. ال2 مليون دولار خلاص بقوا في جيبنا، علشان تطلعوا تتنططوا تاني وتقولوا ماتش الاهلي هيكون ماتش عباره عن تدريب بالنسبه لنا. يا ابني ما اتعصتش قبل كده من اللي حصل من صاحبك الاتحاد؟ لسه كان واكل علقه زي كده بالتلاته. فاضل مين في اسيا ما حطيناش عليه؟ الهلال وكل 4 والاتحاد كل 3 والعين اهو كل 3. يا عبد الله يا كعبي، عرفت مين هو الاهلي يا عبد الله يا كعبي؟ عشان تطلع وتتكلم قوي وتقول لا ده لو الاهلي لاعب العين هيعرفوا مقامه. عرفت مقام مين اللي عالي يا عبد الله يا كعبي؟ واثقه من نفسيها، مش واخد بالك؟ مين اللي منيم افريقيا واسيا من المغرب؟ الاهلي لعبها صح وعرف يستغل كل الثغرات الدفاعيه اللي موجوده في نادي العين النهارده. احنا كنا عارفينه وكنا بنقول من الاول ان نادي العين الاماراتي مليان ثغرات دفاعيه، والدفاع بتاعهم تقريبا ما جاش. بس ما كنتش اعرف ان اللي ما جاش برضه نص الملعب والهجوم. عطيه والواد رامي ربيعه ولد، عمل معاهم ماتش النهارده عالمي. بصراحة بيلعبوا لعيبة الأهلي النهاردة برجولة واستقتال رهيب. أيوة هو ده الأهلي، مش بتاع تكسب ولا تلعب، لأ، لعبنا وكسبنا عن جدارة، ما خطفناش الماتش. أهلي كان قاري ومذاكر كويس جدا فريق العين، وعارف يستغل كويس نقطة الضعف بتاعته. وسام ابو علي في اول جون في الفولو اب حاجه ورا اروع ولا اروع. هو ده المهاجم كما ينبغي ان يكون. طبعا امام عاشور شلنا النهارده، بس الحمد لله ربنا كرمه بجون. وكان هيجي جون كده من رامي ربيعه بحركه كاراتيه، يعني كانت تحفه الصراحه، بس صدها جون العين. الفيديو ده بيقولك ان الاهلي قطم وسط العين الاماراتي ويكسبهم بالتلاته. مليون مبروك يا اهلاويه. وده اخر الكلام. سلام.